معارضة أخرى شنت هجوما في بلدة القحطانية بريف القنيطرة جنوب سوريا صباح اليوم على مقرات تابعة لما يسمى بجيش الجهاد الذي يعتقد بولائه لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد قيام مجموعات تابعة له بقتل وأسر عدد من مقاتلي المعارضة. مراسلنا في الجولان السوري المحتل رصد جانبا من الاشتباكات وأعد تقرير التالي. تبادل كثيف لإطلاق النار يشهده محيط بلدة القحطانية الواقعة على خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل. تستخدم فيه أسلحة خفيفة، وبين الحين والآخر نسمع أيضا إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة. هناك أيضا استخدام للسلاح المدفعية الذي تقصف فيه أطراف هذه البلدة، ويطال أيضا الريف الأوسط من القنيطرة. هذه المعارك بحسب ناشطين يعملون في هذه المنطقة تدور بين جبهة النصرة من جهة وبين ما يعرف بتنظيم جيش الجهاد، وهو أحد الأذرع العسكرية الذي يعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. هذه المعارك مستمرة بين الحين والآخر بالسلاح الخفيف وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة وكذلك بالمدفعية في محاولة من جانب جبهة النصرة للسيطرة على بلدة القحطانية. الياس كرام، الجزيرة، من خط وقف إطلاق النار، الجولان السوري المحتل. وكانت محكمة دار العدل في درعا قد أصدرت قراراً دعت فيه فصائل المعارضة السورية إلى مواجهة ما يعرف بجيش الجهاد، واتهمت عناصره بنصب كمين لمقاتلين من لواء سيوف الحق التابع لأحد فصائل المعارضة في درعا في أثناء توجههم إلى خطوط التماس وقتل قائده. وتقول فصائل المعارضة أنها استعادت منطقة العدنانية من جيش الجهاد وقتلت عددا من مقاتليه. يذكر أن جيش الجهاد هو فصيل عسكري معارض أعلن عن تشكيله في مطلع فبراير الشباط الماضي من عدة كتائب مسلحة في حوران والقنيطرة جنوب سوريا. قال رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إن رئيس شعبة الأمن السياسي السابق في الجيش السوري